طيب بُص، إحنا هنعمل الأنيميشن الحاجة اللي هي هتبقى global هتبقى شاملة المشهد كلّه، هنعمل لها أنيميشن وهنبدأ نقسّم شوتات بعد كده، خلاص إحنا المَيّة دي طبعًا إحنا محتاجينها تبقى أنيميشن في المشاهد كلّها، فأنا هاجي أخُش على الshading وآجي هنا على الshading editor تفتحها، وآجي هنا على المَيّة بتاعتي، طبعًا هي المَيّة يا جماعة أنا مش مأفور فيها أوي، لإن طبعًا في مَيّة بطريقة تانية غير كده خالص، وبتبقى تقيلة جدًا على الجهاز، والحاجات دي لسه بعيدة عليكم خالص يعني الحاجات دي دلوقتي، وإحنا أصلًا غرضنا إن إحنا نبسّط الدنيا كلّها. هنعمل إيه، هنيجي هنا على الnoise أنا محتاج أكبّر شوية الnoise دي مثلًا أخلّيها أعلى شوية، ماشي، ممكن مثلًا أخلّي الdistortion برضه أعلّي الdistortion شوية. هنا الBump برضه ممكن أخلّيه هنا الDistant هو 50 خلاص سيبه 50 زي ما هو، وهاجي هنا هاجي على الnoise هنا أعمل control T وآجي على location أنا عايز أحرّك، يعني عايز أخلّي المَيّة تتحرّك كده في location، فأنا هاجي هنا على الlocation وأعمل هنا على frame واحد أعمل هنا I وآجي على frame مثلًا 250 أخلّي دي مثلًا إيه فإحنا مثلًا في اتجاه الX صح؟ إحنا عايزينها نمشي في اتجاه الX خلّيها مثلًا هنا 6 مثلًا وأعمل I طبعًا أنا مش عايزها حركة يعني قوية، فأنا عامل هنا 6 مش كتير يعني، هنيجي نمشي نبُص هنا طبعًا الanimation بتاع المَيّة مش باين، أنا هاخش هنا على الحتة دي، هنا animation المَيّة كده باين شوية. واضح هنا تمام، خلاص هو إحنا كل اللي نحتاجه أصلًا مش هنحتاج غير 60 فريم في مشهد، ومشهد تاني 90 ومشهد تاني 60 يعني مش هنعلى على ال60 فريم، آخرنا 120 لو عملنا مشهد أخير كده عايزين يبقى شكله كويس، هو هنعمل 3، 4 مشاهد مش كتير يعني، خلاص، إيه تاني؟ ممكن مثلًا لو أنا حرّكت هنا ممكن آجي برضه هنا على هنا فريم هنا، أمسك هنا أعمل I برضه أعمل 0 نعمل هنا I annotation وآجي هنا برضه نيجي نخلّي القيمة بتاعة الY دي والّا Z لأ أخلّي الY عشان يلِف كده معانا والّا الX ماشي، بُص يا سيدي إحنا هنعمل إيه بقى 0 0 0 ممكن أخلّي دي مثلًا 3 3 ليه؟ أنا عملت I هتلاقي المَيّة دي بتتحرك يعني بجنب كده بُص، بجنب خلاص هي خدت يعني الlocation مع الدوران خلّاها على جنب كده خلاص ماشي، نيجي بقى هنا على الscale الscale أنا محتاج يعني أشوف لو لعبت في القيمة بتاعة الZ أنا أكبّره فوق شوية يعني ألعب في القيمة دي ممكن أشكّل المَيّة أنا براحتي أدي 0.1.5 يعني أنا كده لأ أنا مش عايزها كلّها أنا عايزها 0 هنا 1 تاني خلاص أنا أخلّي دي مثلًا 1.2 ماشي خلاص، الreference بتاع الnoise كده تعالَ خلّينا هنا بُص هنا كويس، هاعمل zoom في المَيّة وأقرّب من الإضاءة وأشوف إيه هيبقى عامل إزاي، عشان أنا مش شايف الreference وعلّيته طيب أنا هاشوف بقى النقطة الأساسية الreference دوًّا بُص ممكن تبيّن الreference معكّرة أو مش معكّرة. طيب تعالَ نشوف المشهد بتاعنا محتاج إيه تاني، إحنا دلوقتي خلاص عملنا animation للمَيّة وجينا بصّينا هتلاقي المَيّة بتمشي ولكن طبعًا عشان في noise كتير هنا، لو جينا هنا في الrender ممكن نلغي الdenoise ونشوف هتلاقي المَيّة بتمشي، ولكن لأ نرجع denoise تاني. ماشي، إيه تاني ممكن نعمله في المشهد؟ المشهد بتاعنا ممكن نعمل فيه إيه، ممكن نيجي هنا على render ننزل تحت هنا على color management ونيجي هنا نغيّر بقى هنا، بدل ما نخلّيها مثلًا EGX نخلّيها مثلًا filmic شوف إيه اللي اتغيّر، هتلاقي المشهد منوّر معانا شوية، نخلّيها مثلًا إيه high contrast دي يخلّيها high contrast بقت غامقة تاني، طب ليه؟ على very high contrast شوف المشهد على فكرة بيتغيّر بيبقى شكله أحلى، لكن محتاج بقى نعمل إضاءة، شايف الcurve ده؟ الcurve دي أنت لو لعبت فيها برضه طلّعت curve هتلاقيه برضه بيتفتح شوية ويتغمق شوية، خلاص؟ طيب تعالَ هنا إحنا عايزين نخش هنا على الcompositing وأعمل use nodes ألاقي التابتين دول الاسم تعالَ كده، طبعًا أنا عايز آخد مثلًا إيه، مشهد render الأول، تعالَ هنا نيجي على layout فين الكاميرا؟ لو أنا عملت كده 0 هنا رُحت جاي مثلًا داخل هنا أحرّر الكاميرا مثلًا، نشيل بقى key frame ده أنا مش محتاجه في حاجة، فين key frame في الكاميرا ده؟ على كاميرا أهي، شيل ده أنا مش محتاجه. هاخد بس render في الصورة دي كده عشان أشوف إيه اللي أنا هاحتاجه في الحتة دي، أعمل F12
طبعًا هو مشهد تقيل شوية عشان الparticle system والvolume. طبعًا دي ظاهرة لإن إحنا أصلًا هنسيبها عادي، إحنا المفروض نخفيها من هنا، راحت فين هتلاقيها مش مخفية على الآخر. ثواني هاقول لكم هي فين. أنا جيت هنا على واحد هنا، هي دي، المفروض نخفيها من الrender هنا عشان تختفي. طبعًا أنا مش هاعيدها عادي سيبها، كل اللي محتاجه حاجة تانية. خلاص أنا خدت هنا مشهد render أهو، المشهد شكله حلو مش وِحِش. أنا محتاج هنا أخش على الcompositing. تمام. إيه بقى، في حاجة، لأ بُص لو ضغطت على الV المشهد بيبعد. تمام. عملت الZ بيقرب، V والZ. خلاص. أنا منزّل حاجة اسمها glare. آدي في glare search هنا في glare. خلّي هنا الglare ده هيخلّي الparticles عامل إزاي، فأنا هاقلل الحتّة دي، ممكن أخلّيها fog glare، قصدي fog glow، عشان يبقى إيه، مش منوّر كده، يعني ينوّر الparticles دي ولكن يعمل مثلًا fog كده زي الدخان أو كده يعني. لو أنا جيت علّيت هنا شوية هتلاقي fog، بُص فوق بيعلى أنا هاخلّيه مثلًا يعني بسيط كده أهو. طَب إيه تاني ممكن أعمله؟ في حاجة في الكاميرا اسمها lens، اللي هي lens distortion، دي بتبقى موجودة أصلًا في الكاميرا، يعني موجودة أصلًا، حاجة موجودة في الكاميرا نفسها. لو أنا جيت هنا مثلًا عملت هنا -0.020، بتحس إن هنا في، شُفت اللي حصل لو أنا جيت هنا مثلًا عملت mute، بُص اللي حصل، دي الحتّة دي بتبقى في الكاميرا نفسها. فإحنا بنحب نعملها عشان نحاكي موضوع الكاميرا هنا برضه. نيجي هنا 0.20 تلاقيها عملت زغللة شوية. لو جيت عملت مثلًا إيه، هتشوفها الزغللة دي فين، أهي الحتت اللي تحت دي. هنكبّر شوية، هتلاقيها في الإركان هنا في زغللة شوية. لو أنا جيت هنا عملت بقى هنا mute، بُص هنا في الركن هنا، تلاقي هنا في زغللة وفي حاجة، دي الحاجة دي distortion، دي بيبقى موجودة في الكاميرا نفسها، عشان لو عملنا focus على مشهد تلاقي الحتة اللي جنبها إيه، فيها distortion. خلاص إحنا هنخلّيها كده موجودة، فتحناها. في حاجة تانية برضه اسمها color balance، ماشي، نحطها كده. color balance دي بتعمل إيه، شوف القوائم دي لو أنت لعبت فيها، مثلًا هنا هتلاقيه بيصغّر لك برضه، بتنوّر لك غمّق وتعمل مشهد، يعني ممكن تعمل لك شغل جامد. يعني ممكن هنا لو غيّرت اللون هتلاقيه بُص بيغيّر لك الألوان. طبعًا أنا مش هاعملها، أنا بس باوريك دي ممكن تعمل لك إيه، شُفت، ممكن تنقل لك المشهد في حتة تانية خالص. لو جيت هنا مثلًا خلّيت ده هنا في النُص أو خلّيت saturation ده 0، هتلاقيها غيّرت حاجات كتير أوي. طبعًا أنت بعد ما تعمل القيمة هنا، ممكن تيجي بقى تلعب في القيمة دي، هتلاقيها بتغمّق، بتفتح، حسب ما أنت عايز. فأنا مش هالعب فيها، ممكن في المشاهد نفسها من جوّه ممكن أضبّطها، فأنا مش محتاجها. يعني أنا بصراحة مش محتاجها، ولكن أنا قُلت لك الcolor balance ممكن تعمل فيه حاجات كتير، زي برضه هنا في الcomposite. خلاص أنا هاقفل دي، خلاص مش محتاجها، أعمل mute أكنّها مش موجودة. تمام. وأعمل هنا control S، ما تنساش تعمل save، ونيجي بقى هنا على الlayout بتاعنا، نيجي نشتغل بقى نشوف هنعمل إيه تاني. أنا كل التابات كلّها راحت. فأنا هاجي هنا تاني نعمل تابة، أخلّي هنا الsetup كده خلاص خلص يا شباب. إحنا دلوقتي هنبدأ نعمل المشهد بتاعنا، نعمل المشاهد بتاعتنا، نقسّمها بقى. هنعمل هنا أول مشهد، نيجي مثلًا نخلّي أول مشهد بتاعنا يبقى 60 فريم. تعالَ كده نخلّي مثلًا أول مشهد 60 فريم، فأنا هاجي هنا أكتب هنا 60. طبعًا لو اشتغلت هتلاقي كل حاجة شغّالة، الparticle system شغّال، والإضاءة القديمة موجودة، والمَيّة شغّالة، هتلاقي المَيّة شغّالة أهي بتمشي، كل حاجة شغّالة. فإحنا عايزين 60 فريم بس، أول 60 فريم. وتعالَ بقى نشوف الكاميرا دي هنعمل فيها إيه. أنا ممكن آجي، أنا اتمشيت هنا مثلًا، ممكن أوجه المشهد بتاعي، ممكن ييجي هنا أول مشهد، الحتة في العسكري ده. لو أنا جيت هنا العسكري هنا وعملت مثلًا آدي cancel selected، وجيت هنا نزّلت empty، اللي هي empty اللي هي بتلِف، تعالَ كده الsphere دي، ونصغّرها على قد الحتّة دي بالضبط كده مثلًا. ممكن نخلّيها هنا عشان تلِف على العسكري ده. لأ هنا للأسف، تعالَ cancel selected، ونيجي نمسك الكاميرا ونعمل آدي select to cancel، فالكاميرا جات هنا على طول. ماشي. هنعمل الكاميرا نخلّيها تتّبع الempty دي، نخلّيها مثلًا نعمل لها parent، نخلّيها مثلًا keep transform. فدلوقتي لو حرّكنا دي في أي اتجاه هتلاقي الكاميرا بتتحرك معانا. خلاص. تعالَ بقى الكاميرا دي نرجّعها ورا شوية. طيب شوف بقى هنا أول مشهد. طبعًا يا شباب أنا أخدت بالي اللي هنا، بُص هنا الcube بتاع الparticle system ظاهر، فهو المفروض يختفي. فأنا لو خدت بالك هنا، لو أنا جيت هنا على الcube ومسكته، وجيت هنا على الparticle system، ودخلت هنا على الrender ده، لو أنا جيت هنا على الshow emitter ورُحت جاي ضاغط عليها، هو هيختفي في الrender. خلاص. هنا هنيجي مثلًا على ده، لأ ده الviewport، هو اختفى في الviewport. عشان نخفيه برضه في الrender لازم نعمل برضه هنا، نشيل علامة الصح من show emitter. خلاص. لو جيت عملت render مش هتلاقي الصندوق ده. خلاص. طيب إحنا دلوقتي
ماسكين الكاميرا بتاعتنا هنعمل أخلّيها مثلًا تبدأ تبقى close تحت كده أهو، ونمسك دي طبعًا عايزين نوسطن العسكري شوية، نوسطن المشهد كده بالضبط شوية، ممكن نجيب الكاميرا تخلّيها تلِف شوية كده أهو على العسكري، نخلّيها مثلًا كده، ونخلّي الكاميرا تحت، يعني نبُص كده R Y ونخلّيها مثلًا تبدأ من تحت كده، ونخلّي الكاميرا مشهد close شوية أدي G سِد Z ونقرّب شوية كده أهو، ونعمل R وننزّلها، أمسك طبعًا T ونعمل R نتحكم من هنا أهو، خلاص إحنا كده هنبدأ المشهد بتاعنا كده أهو، طبعًا كل ده نشيله عشان ده بنعمله دلوقتي، وإحنا ماسكين empty كده، وإحنا ماسكين empty هنعمل I ونيجي هنا على ال60 فريم أو في آخر الفريم ممكن تيجي وأنت هنا تروح جاي ضاغط هنا تيجي في آخر الفريم على طول ونعمل I ونعمل في اتجاه الأكسس الY ونعمل كده أهو، يعني بادئ من تحت لفوق، هنعمل هنا I تمام، ونيجي هنا نرجع تاني هتلاقيه برضه إيه بيطلع كده أهو، ماشي، إيه بقى اللي محتاجينه تاني؟ إحنا عايزين الكاميرا وهي بتطلع فوق وهي بتلف الكاميرا تبعد شوية عن المشهد، هنعمل كده أهو I في فريم واحد ونيجي في فريم 60 نعمل G ZZ وهي تبعد كده أهو شوية، خلاص، يعني حاجة بسيطة، بحيث إن هي تطلع كده إيه المشهد كده، طيب أنا مش شايف حاجة، الmodel مش شايف منه حاجة خالص، أنا محتاج أعمل إضاءة في الحتة دي، أنا قُلت لك إن إحنا كل مشهد هنعمل إضاءة مختلفة فيه، نزوّد إضاءة، نشيل إضاءة، هنيجي هنا نعمل أدي cancel selected ونعمل هنا shift A وننزّل light نخلّي مثلًا area light، طيب فين area light؟ إحنا عملناها أهو نطلّعها نبُص في اتجاه الZ هنجيبها مثلًا على الناحية دي، الحتة دي مثلًا، إحنا عايزين نظهر الحتة دي، الجزء ده، خلاص؟ نيجي نعمل دلوقتي shift T ونبُص على الmodel، ماشي، أنا تمام كده ولكن أنا هاصغّر دلوقتي أخلّي دي مثلًا 5 أنا مش عايز أوصل تفاصيل كتير، هاخلّي مثلًا دي X نعمل مثلًا scale في اتجاه الY أو scale في الXX نعمل scale كده، ونعمل مثلًا إيه، آمم، ماشي. لو إحنا هنا غيّرنا مثلًا خلّينا هنا الpivot point تكرسل هتلِف حوالين الكرسي، أنتِ كده هتلِف حوالين الكرسي، تمام. طبعًا أنا أعملها كده فهي هتلاقي مثلًا إيه رامية إضاءة هنا ولكن إحنا محتاجين الspread نقلله شوية، إمم، لأ، خلّيه كده أحسن. نصغّر الديسك شوية تمام، أنا محتاج برضه الخيال ده يظهر، أنا حاسس إن دي ممكن تصغر شوية، خلّيها مثلًا 2 خلاص؟ تمام، تعالَ بقى نشغّل كده، لو أنت جيت خدت render خلّينا ناخد render بس صورة كده، هتلاقي الصورة عاملة إزاي، نيجي نبُص، طبعًا عشان الrender باحب آخد render كل شوية أشوف إيه الأخطاء، ممكن يكون في حاجة نسيتها هنا أقفلها، حاجة نسيت أفتحها، فالحاجات دي بتبيّن الحتّة دي. طبعًا بُص، في هنا حاجات باينة كتير، تتقفل إزاي دي بقى؟ الحاجة الأولى اللي لفتت نظري إن الأرضية فاتحة أوي. تمام، ودي ظاهر فيها اللُنَض دي، فإحنا هنشوفها إيه بقى اللي ممكن نعملها فيها، أنا هاقرّب طبعًا الكاميرا هنا شوية zoom عشان لمّا أخفي دي أشوفها بتتعمل إزاي، ممكن أمسك دي لو عملت مثلًا height قعدت فين بس أعمل height هتلاقيها هي المشكلة الكبيرة في الحتّة دي، فأنا كنترول Z ممكن آجي هنا في الإعدادات هنا، آجي مثلًا في الdata هنا وآجي visibility وآجي مثلًا على الجلوسي لو أنا لغيتها، هتلاقي دي اختفت منها، خلاص، وأنا كده نزّلت ده من غير جلوسي، لو جيت اعمل لي render أعتقد كده هتلاقيها مضبوطة ومِيَّة، مِيَّة. الأرض دي بقى أنا حاسس إن هي غامقة أو اللي فاتحة أنا مش عارف إيه اللي فيها، المفروض تبقى أغمق من كده، فأنا هاجي هنا على shading أنا كنت منزّل هنا أصلًا color أنا هاخلّي دي غامقة شوية ممكن على اللون البني ده، أو ممكن آجي أمسك هنا وآخد الhex بتاع اللون ده وأمسك الأرض بتاعة التانية وآجي أحط الhex هنا، تمام، هو كده كويس، أنا لو جيت عملت هنا render نجرّب. يعني أعتقد كده كويس، هي دي فيها لمعة شوية، أنا ممكن أطفيها عشان تبان متبهدلة، يعني أطفي اللمعة دي شوية مش مشكلة، لو جيت هنا برضه مسكتها، هنيجي هنا برضه على الreference نخلّيه عالي شوية، نخلّيه مثلًا 200 فهتلاقيه انطفى شوية، كويس كده كويس مش وحش. طيب تمام،
أنا كده أول مشهد بالنسبة لي انتهى، مش عايز أخترع فيه أوي. طيب أنا دلوقتي هاعمل إيه، أنا الscene ده هاخلّيه الأساسي عشان هابقى render عليه، فأنا هاجي مثلًا هنا أعمل ف هاجي هنا أعمل copy وأعمل full copy، هو عامل لي مشهد جوّه المشهد، فأنا لو جيت هنا ضغطت هتلاقي هنا في الscene 1 ده هو اللي إحنا كنا عليه دلوقتي، خلاص؟ فإحنا هنعمل إيه، هنيجي هنا على الscene 2 ده نخلّيه مثلًا إيه، آدي مثلًا نخلّيه scene point، نخلّيه scene point 1 خلاص، أو shot، خلّينا shot 1. هو كده ده shot رقم 1 خلاص؟ تمام، نفس الshot ده أنا بس الأول إيه هنعمل فيه إيه، هنيجي على الrender هنا ماشي، وهنخلّيها مثلًا إيه، دي FPV فيديو عشان نعمل فيديو، ونخلّيها مثلًا إيه encoding نخلّيه مثلًا إيه، MP4 تمام، medium quality نخلّيها medium high quality نخلّيها high quality خلاص، لحد هنا تمام. أنا ممكن أخلّيها medium برضه عشان إحنا مش هنرندر أوي، نخلّيه مثلًا إيه بسيط. ده الشوط الأولاني، الشوط التاني هنروح جاي عاملين هنا برضه full copy تمام، فإحنا كده هنشتغل في الشوط التاني، هنيجي هنا نخلّي دي مثلًا أدي shot point 2، فإحنا لو جينا هنا عندنا scene رقم 1 ده اللي إحنا هنرندر عليه، طبعًا الscene ده أنا كنت عامله ده اللي هو كان فيه الmodeling بتاع الشطرنج خلاص ما لناش دعوة بيه، ده scene رقم 1 ده اللي هنرجع له ونرندر عليه تمام، والشوط رقم 1 ده اللي إحنا عملناه أول مرّة، والشوط التاني اللي إحنا فيه دلوقتي خلاص، هنبدأ بقى نعمل فيه الشوط التاني، ممكن برضه نيجي هنا نمسك الحتّة دي، نيجي في النُص نعمل هنا cassette selected، ممكن نخلّي الشوط رقم 2 هنا أهو، هنيجي نسكير الempty دي، طبعًا إحنا هنيجي كده نلغي الanimation ده كلّه، نعمل A وإحنا حاطين الماوس هنا في الtimeline ونعمل delete، فإحنا شِلنا إيه الanimation هنا، ونيجي برضه هنا A نشيل برضه الkeyframe من هنا. لو مسكنا الempty ورُحنا عاملين، طبعًا أنا نسيت أعمل حاجة في الشوط رقم 1 هاقول لكم عليها، دي حاجة مهمة جدًا، نرجع للشوط رقم 1 تاني معلش، ونيجي هنا لو إحنا جينا على الmodel ده ومسكنا برضه الجزء ده، عايزين نعمل focus على الحتّة دي، فإحنا هنعمل هنا ننزّل أدي empty، هننزّل هنا cassette selected ونعمل shift A وننزّل empty، الempty دي هنسميها إيه، تعالَ كده أدي empty، نصغّر شوية ننزلها هنا، تبقى مثلًا إيه ماشي بالضبط كده، فين الempty دي، الempty دي هنحطها في الكاميرا، هات كده، هي الempty دي هنخلّيها مثلًا هي نازلة في الكاميرا خلاص، بعد الarea light دي إحنا نزّلناها فين، خلّيها مثلًا DM في الlighting، ونمسك الempty اللي إحنا لسه منزّلينها دي دلوقتي، هنسميها مثلًا depths، طبعًا depths مكتوبة غلط، ولكن أي حاجة عشان إحنا ما عادش عندنا وقت خالص، فبعد كده نمسك الكاميرا، وإحنا ماسكين الكاميرا كده لو دخلنا هنا في إعداد الكاميرا، نزلنا تحت، فتحنا الdepths of field، فتحناها، رُحنا ماسكين الobject ده، الobject بتاعنا هيبقى إيه، هيبقى الempty اللي إحنا منزّلينها هنا، لو نزّلت شوية وعملنا كده أهو، ونزّلنا الdepths دي كده، طَب إحنا شُفت إيه اللي حصل، كل حاجة زغللت هنا، وعملت focus بس على العسكري ده، ودي حاجة مهمة أوي، اللي إحنا نعمل focus على المشهد اللي إحنا عايزينه، لو أنا جيت هنا الF stop دوًّا قلّلته، هتلاقيه عمل زغللة أكتر، لو جيت عملت المجال وسّعت المجال هتلاقيه جاب المجال كلّه، فإحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين مثلًا 2، خلّي 2، فهو عامل blur على كل حاجة، وعامل focus على العسكري هنا، مطرح الempty اللي إحنا حاطينها، فإحنا هنا S كده وخلاص، يعني مشهد تاني بقى نحط نفس الempty برضه بقى ونعملها من جديد، أدي هنا الشوط 2، طبعًا كل حاجة اتنقلت ما عدا الempty اللي إحنا لسه حاطينها، ماشي، هنيجي هنا وإحنا ماسكين الempty دي ونعمل shift S select كسر عشان تيجي في النُص هنا أهو، ماشي،